السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجوم على جيرار بيكيه يتجدد في احتفال مدريد أمس. سحق ريال مدريد نظير يوفنتوس الإيطالي في نهائي الشامبيونز ليج بنتيجة 4-1 ليحصل على لقب دوري أبطال أوروبا المرة الثانية على التوالي كأول فريق أنجح في ذلك بالمسمى الجديد للبطولة والمرة الثانية عشر في تاريخ الملكي. وذكرت صحيفة آس الإسباني أن جمهور ريال مدريد في كارديف وقف يهتف بعد انتهاء المباراة: بيكي أيها الأحمق قم حي البطل، مشيرا إلى أن هذا الهتاف لم يتوقف عند ملعب النهائي وإنما امتد لملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية، حيث حضر عدد من الجماهير لمشاهدة المباراة في الشاشات العملاقة في الملعب. وسبق وتكرر الهتاف أثناء احتفال بلانكوس بلقب الدوري الإسباني بين اللاعبين، إذ هاجم دانيال كارفاغال زميله بيكي أثناء الاحتفال مع الجمهور بساحة سيليبيس. الخبر الثاني: بيريز: زيدان الأفضل في العالم ويستطيع البقاء مدى الحياة في مدريد. قال بيريز رئيس ريال مدريد إن بوسع زيدان البقاء في النادي مدى الحياة بعدما أصبح هذا الرجل الفرنسي أول مدرب يفوز بدوري الأبطال أوروبا لكرة القدم مرتين متتاليتين عقب التتويج بنتيجة 4-1 على يوفنتوس أمس السبت. وقدم ريال مدريد عرضا مذهلا في الشوط الثاني بعد تكافؤ كبير في أول 45 دقيقة، وسجل ريال مدريد على مدار 90 دقيقة في يوفنتوس أكثر مما استقبل يوفنتوس في 12 مباراة بدوري الأبطال. وهذا الفوز الرائع توج أول موسم كامل للريال تحت قيادة لاعبه السابق زيدان، الذي قاده أيضا للفوز بلقب الدوري الإسباني لأول مرة في 5 سنوات، ليجمع بين لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 1958. الخبر الثالث والأخير: موراتا يرد على أخبار انتقاله إلى ميلان. أغلق اللاعب الإسباني موراتا الباب في وجه أي سي ميلان بعدما ربطت الكثير من التقارير الإعلامية بينه وبين الروسونيري، مؤكدا أنه سيبقى على الأرجح في مدريد، مشددا على أنه لا ينتمي في إيطاليا سوى ليوفنتوس. وقال موراتا في تصريحات لشبكة ميديا سيت: من الصعب أن أعود إلى إيطاليا مجددا، أعتقد أني مستمر مع ريال مدريد. وأضاف موراتا: قرأت أنباء انضمام إلى ميلان في وسائل الإعلام ولكني لا أعلم عنها أي شيء. وختم موراتا تصريحاته وقال: أحب إيطاليا ولكن مدينتي هي مدريد وفرقتي هناك هي يوفنتوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.